5 حيل وافكار ان شاء الله يعجبوكم. ولكن قبل ما نبدا فيديو النهارده زي ما تعودنا دايما نصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم في التعليقات لعلها تكون صدقه جاريه، وكمان ندعي لاخواتنا ربنا ينصرهم عاجلا وليس اجلا يا رب العالمين. يلا بينا نبدا. اول فكره معانا، جبت ازازه بلاستيك وبعد كده حطيت فيها شويه ميه، وبعد كده ابتديت ان انا احط الجبس واحده واحده، يعني ارش واحده واحده، وبعد كده بسيبه دقيقه واحده، وبعد كده ببدا ان انا اصبه في الكيس ده كيس مقوى كنت جبت فيه الامير اللي انا بلحم بيه او السوبر جلو. وبعد ما خلص ابتديت ان انا اعمل له اعاده تدوير. بعد كده جبت ازازه بلاستيك وابتديت ان انا احط فيها شويه ميه، وبعد كده حطيت فيها جبس وبسيبه دقيقة، وبعد كده ببدأ ان انا اقلب بشكل كويس، وبعد كده حطيته في ازازة تانية. وبعد كده ابتديت ان انا اجيب قطعة من الفلين واحطها في المنتصف، وبضغط على الازازة لحد ما تبدأ تمسك كويس، وبعد كده بينشفوا كلهم تمام، وببدأ افرغهم زي ما احنا شايفين. بشيل قطعة الفلة، وبعد كده باجي على الازازة بشيل الجزء اللي فوق وبنضفه برضو من قطعة الفوم اللي في الداخل علشان يبقى كده جاهز للتشطيب، علشان نشوف هنعمل ايه بالفكرة اللي معانا دي. ودي الفكرة الاولى زي ما قلنا. بعد كده بديله لون نحاسي مائي. خدوا بالكم من المصطلحات دي يا جماعة، ده اسمه نحاسي مائي، يعني الوسيط بتاعه مائي. بدهنه كويس جدا، وبعد كده بديله اللون اللي هو الاوراتول الاسود او اي لون اسود عندي. وبعد كده ببدأ ان انا اجيب قطعة من الاسفنج وببدأ امسح الاسود من عليه بشكل عشوائي، بحيث ان هو الدواخل اللي معايا تكون واخدة اللون الاسود، والخارج اللي بره امسحه بحيث ان هو يبان فيه النحاسي ويبان بالشكل العتيق اللي احنا هنشوفوه دلوقتي. لون جميل جدا جدا ولون طبيعي. ممكن اسيبه على وضعه كده لو مش حابب ان انا اديله لمعة، وممكن اديله لمعة تانية ورنيش مائي او ورنيش زجاجي او مادة البوليسترين. كل دول حاجات تقدر تشتغل معانا، ولكن انا هنا مختار الورنيش المائي علشان يديني نص لمعة، ما يدينيش لمعة كاملة، ويظهر معايا المنتج في الاخر بشكل جميل جدا وبشكل واضح وشكل اقرب من الطبيعي زي ما انا محتاجه. هنا يا جماعة زي ما احنا شايفين ممكن استخدمه مقلمة، ممكن استخدمه فازة، استخدم الفكرة نفسها في حاجات كتير جدا، واقدر ان انا اطور فيها واطلع منها حاجات كتير جدا. طريقة التلوين ممتازة، وان شاء الله هننفذها على كذا نموذج في الفيديوهات القادمة بإذن الله. زي ما احنا شايفين يا جماعة اللون تحفة، لون طبيعي جدا جدا، ولكن انا كنت حابب ان هو ما ياخدش ورنيش خالص زي ما وريتكم من شوية، ولكن علشان يحافظ عليه برضو من الاتربة ويحافظ عليه من الغسيل والحاجات اللي زي دي. جميل جدا وفكرة ممتازة وحاجة بسم الله ما شاء الله. تعالوا نشوفوا يا جماعة الفكرة التانية. وبنجيب أول حاجة معانا بنزين 92 أو بنزين 95، حطيت عليه الفلين الأبيض، وابتدى طبعا بعد ما بيدوبوا جبت اللي هي بودرة الذهبي، وابتديت إن أنا أحط معلقة صغيرة جدا وقلبتهم، وبعد كده بسيبها 4 أيام. هو هنا مكتوب يوم واحد، ولكن الأفضل إن أنت تسيبها 4 أيام أو 5 أيام. بعد ال4 أيام بتلاقيها بنفس القوام وبنفس الشكل وبنفس الجودة اللي احنا شايفينها دي. ابتديت بعد كده جبت كرتونة من الورق، وبعد كده ابتديت ان انا ادهنها مرتين، يعني بدهنها واسيبها تنشف براحتها، وبعد كده بدهنها وبسيبها تنشف خالص. شوفوا يا جماعة ده طبعا عازل قوي جدا جدا للمية، ومستحيل ان المية تعدي من الكرتونة. انا هنا عملت طبقة عزل، ودي من مميزات مادة البوليسترين ان هي طبعا عازل قوي جدا جدا للمية. شايفين يا جماعة مستحيل ان انت تلاقي اي تسريب للمية او المية ان هي تعدي على ايدي او كده، لا خالص. جميلة جدا جدا وان شاء الله تستفادوا. تعالوا نشوف الفكرة التالتة، ولو لسه ما عملتش لايك يا ريت تعملوا لايك ودعوة حلوة من القلب. وبعد كده بجيب معايا اسمنت، ممكن اسمنت صافي وممكن اسمنت ورمل، وببدأ بعد كده احطه في جيركن عندي او علبة بلاستيك. وابتديت طبعا ان انا اسندها باللاصق ده علشان الازازة اللي في المنتصف ما تتحركش، وبسيبها تنشف براحتها، بتاخد يوم. وبعد كده ببدأ ان انا افرغها. خدوا بالكم العلبة البلاستيك دي كان مكانها بوهية، فمكانها بوهية ومكانها اسمنت في الجناب بتاعت العلبة، فانا محتاج التأثيرات دي هنشوفوها دلوقتي عاملة ازاي. المهم اسيبها تنشف كويس جدا، وبعد كده ببدأ ان انا اشيل منها العلبة البلاستيك، اقطعها بنفس الطريقة دي. ولو عايز اطلع العلبة سليمة ممكن احط عليها مية سخنة، هتطلع سليمة وتطلع تمام التمام. بعد كده ببدأ ان انا اشيل بقى الاماكن بتاعة الدهانات وبتاعة الاسمنت، وكنت حاطط فيها بوليستر كمان، فطبعا البوليستر طلعت مع الاسمنت
وطلع مديني التجاذيع ومديني الشكل اللي احنا شايفينه ده، وهو ده المطلوب او التأثير المطلوب اللي انا محتاجه. ببدأ بعد كده ازوده بالخطوط العشوائية اللي انا بعملها دي، بحيث ان انا اديله شكل طبيعي اكتر او شكل مختلف، ويطلع معايا النموذج في الاخر زي ما انا متخيله. طبعا الشغل كله بيكون بشكل عشوائي، وببدأ ان انا بأي فرشة سلك ببدأ ان انا اشيل الزيادات واموت الجناب كلها في بعضها. وبعد كده جبت معايا اللون اللي هو الاسود، شوية اسود حطيت عليهم شوية مية، وبعد كده جبت معايا اللي هو المسدس التسخين، وابتديت ان انا اسخن بنفس الطريقة دي، بحيث ان انا محتاج ان انا اجيب شكل معين او لون معين. لما بشغل مسدس التسخين بيطلع معايا بنفس الطريقة اللي احنا شايفينها دي، بتلاقي حتت فاتحة وحتت غامقة، مش بيكون كله لون واحد، وبيكون شكله طبيعي زي ما احنا شايفين دلوقتي. طبعا يا جماعة انا هوريكم اكتر من شكل عشان برضو تبقوا عارفين، وكمان طريقة التلوين اللي احنا لسه ملونين بيها اول فكرة جميلة جدا. بعد كده بديله مادة البوليسترين بشكل صريح، مش بدي الوان خالص. ومادة البوليسترين يا جماعة لما بحطها على الاسمنت بتطلع معايا بالشكل اللي احنا شايفينه ده، يعني بتدي غمقان للاسمنت. عشان برضو يكون عندكم معلومة، اللي حابب يطلع نفس اللون ده يستخدم مادة البوليسترين على الاسمنت بشكل مباشر. وهنا بعد برضو ما عملتها باللون النحاسي العتيق اللي احنا عملناه في الاول طلعت جميلة جدا جدا. احنا هنا معانا اكتر من شكل واكتر من تأثير نقدر ان احنا نستخدمه في منتجات تانية، مش شرط ان انت تعمل حاجة زي كده. دي مثال بس يا جماعة علشان اقول لكم انت تقدر تشطب ازاي. تعالوا نشوف الفكرة اللي بعد كده، وما تنسوش تصلي على حبيب وحبيبكم صلى الله عليه وسلم. بنبدأ ان احنا نعمل مادة البوليسترين، ولكن بعد كده بنحط عليها شوية اسمنت اسود. طبعا كنت عرضت الفكرة دي من فترة، ولكن حابب ان انا اكد عليها لانها ناجحة جدا جدا بالنسبة لي، فعلشان كده قلت لا لازم اعرضها لكم مرة تانية. وهنا حابب ان انا اوضح حاجة مهمة، لو عندي جدار فيه رطوبة والرطوبة لسه شغالة ما ينفعش استخدم مادة البوليسترين، مش هتعمل حاجة ادام لسه فيه رطوبة شغالة ولسه فيه تسريب مية. لكن لو انا عالجتها وابتديت ان انا انشف السطح ده واستخدم مادة البوليسترين يبقى انا كده شغال صح. حابب برضه اوضح النقطة دي علشان تبقوا عارفين. والحاجة التانية، لو انا الجدار اللي عندي مثلا او الحيطة اللي عندي بتتعرض للمية من الخارج، ممكن اعزل الحيطة بنفس الطريقة دي، فمستحيل ان المية تأثر عليها من الخارج. يعني حد مثلا بيرش مية بخرطوم فبالتالي بيبدأ ان هو يرش على الحيطة من بره، فانا هنا اقدر استخدم المادة دي كحماية للحيطة. لو انا مثلا حابب ان انا عندي رطوبة في الشارع وحابب ان انا اعزل الحيطة بتاعتي، نفس الفكرة كده، عزل خارجي. لكن زي ما قلت لكم لو التسريب جاي من الداخل فما فيش اي حاجة هتحمي عندي. شايفين يا جماعة مستحيل ان انت تلاقي المية تثبت على المادة، وحاجة جميلة جدا بسم الله ما شاء الله. احنا هنا بنجيب تنر حار، دي الفكرة اللي بعد كده. وبعد كده بنبدأ نحط عليه الفلين اللي هو الابيض. مهم جدا ان الفلين يكون نظيف، ما يكونش عليه اي اتربة او غبار، علشان الفينش بتاعي يكون مظبوط ويكون اللون معايا شفاف وتمام التمام. ببدأ طبعا احط الكمية اللي انا محتاجها، وببدأ استخدمه كورنيش شفاف. هو هنا يا جماعة بمثابة البوليستر الشفاف، قوي جدا جدا، ومستحيل ان هو يسرب مية او يمتص مية، او ان هو بعد كده يبهت او يطوس من الشمس او من الكلام ده. وخصوصا التنر الحار اقوى من البنزين بمراحل وانضف منه، لكن طبعا هو غالي جدا جدا واغلى من البنزين. اتمنى يا رب يكون الفيديو بالنسبة لكم مفيد، وانا مستني رأيكم ودعوة حلوة من القلب. وما تنسوش تعملوا لايك وتصلوا على النبي. سلام عليكم.